من اكتر الاوتار اللي بتصاب هو وتر اكيلس، وبيصاب يا اما اثناء الرياضه يا اما بيتصاب بسبب حركه عملها المريض، سواء ان هو نط مره واحده او وقع من ارتفاع على رجله وهي مفروده لتحت. تعالوا نتكلم الاول ايه هو وتر اكيلس، او وتر اكيلس ده بيكون فين في الجسم. وتر اكيلس اتسمى بوتر اكيلس لان هو ده اللي اتصاب بيه المقاتل المعروف اكيلس، والوتر ده باللغه العربيه اسمه وتر العرقوب، وبيكون هو وتر الكعب اللي مسؤول عن ان الانسان يكون واقف بصوره مستقيمه. لما بيتقطع ما بنعرفش نقف بصوره مستقيمه او نمشي بصوره طبيعيه. عاده وتر اكيلس بيصاب عن طريق ان المريض او الرياضي بيكون نط مسافه عاليه ونزل بكل حمله وجسمه على الكعب وهو مفرود، فبالتالي بيحصل اصابه في وتر اكيلس. وعلشان كده اكتر ناس بتصاب يا اما الرياضيين اللي بيكون الرياضه بتاعتهم بتعتمد على النط لمسافات مرتفعه، او مرضى كبار السن اللي هو بيكون عندهم حصل تمزق عن طريق اصابه مزمنه في الكعب. علاج وتر اكيلس بيكون عاده بدون جراحه، وده بنعمله للمرضى اللي هم الكبار في السن واللي مش رياضيين عن طريق ان احنا بنعمل جبس في اوضاع معينه وبتسمح للوتر ان هو يلتئم مره اخرى وما بيكونش فيه اي مشاكل. انما لو المريض كان سنه صغير او رياضي او هو كده رياضي وبيمارس الرياضه بصوره محترفه ايا كان سنه عامل ايه، ساعتها الافضل ان احنا نعمل عمليه لاصلاح الوتر. عمليه اصلاح الوتر دي ليها تقنيات كتيره جدا، يا اما تقنيه بدون فتح جراحي يا اما تقنيه عن طريق الفتح الجراحي، والعمليتين دول بيدوا نتائج كويسه جدا، سواء ان احنا عملنا عن طريق الفتح الجراحي المحدود او الفتح الجراحي الكامل وبيرجع الوتر بصوره طبيعيه. تعال نشرح ايه الفرق بين التدخل الجراحي المحدود لاصلاح وتر اكيلس والفتح الكامل لاصلاح وتر اكيلس. اول حاجه التدخل الجراحي المحدود ده بيكون عن طريق جهاز بنستخدمه علشان ناخد الغرز اللي بنستخدمها في اصلاح الوتر، لكن المشكله الاساسيه ان احنا مش بنشوف العصب الحسي اللي بيكون ماشي جنب الوتر، وممكن اثناء الخياطه العصب يتصاب، ودي من اكتر المضاعفات اللي ممكن تحصل في التقنيه دي. تاني حاجه ان الاصلاح مش بيكون بالقوه الكافيه، خصوصا لو المريض رياضي وبيمارس رياضه السله او رياضه بيعتمد فيها على الجمب بصوره مرتفعه. اما التقنيه الثانيه اللي احنا بنستخدم فيها الفتح الكامل لاصلاح الوتر بتتميز بان احنا بنعرف نعمل تسليك للعصب وابعاده تماما عن الفيلد وعن الغرز اللي احنا بناخدها في الوتر اثناء الخياطه. تاني حاجه ان احنا بنتاكد 100% ان قوه اصلاح الوتر اللي احنا عملناها بتكون كافيه للمريض الرياضي، وبالتالي بتقلل نسبه حدوث قطع مره اخرى في الوتر، عكس الطريقه اللي بتكون عن طريق التدخل الجراحي المحدود اللي بتكون نسبيا نسبه قطع الوتر مره اخرى اعلى بصوره او باخرى. وتقنيه الاصلاح عن طريق الفتح الكامل بتكون اقوى بصوره نسبيه عن تقنيه التدخل الجراحي المحدود اللي هي عن طريق الجهاز، وبالتالي ده بيقلل نسب حدوث قطع مره اخرى خصوصا عند الرياضيين اللي بتكون رياضتهم معتمده على الجامبنج لمسافات مرتفعه. وسواء احنا عملنا التدخل المحدود او الفتح الكامل، اعاده التاهيل بعد العمليه بتكون هي عن طريق ان المريض بيقعد لفتره شهر في جبيره وما بيقدرش يدوس على رجله، وبنبدا نقلل الزاويه بتاعتها تدريجيا، وبيرجع المريض يدوس على رجله بعد شهر ويبدا يرجع ان هو يمارس الرياضه بتاعته بصوره طبيعيه بعد من 4 ل 6 شهور. وعشان كده دايما لما احنا بيجي لنا مريض سنه صغير او بيمارس رياضه وعنده وتر اكيلس بنقعد نعمل تحليل لنوع الرياضه اللي هو بيمارسها علشان نختار التقنيه المناسبه ليه، علشان نقلل المضاعفات اللي ممكن تحصل بعد العمليه ونقلل نسبه حدوث القطع مره اخرى. وعشان كده خليك في الامان وخليك في المضمون.